في سؤال كده واللي هيجاوبني يعني يا ريت يبقى متأكد من المعلومة. هو احنا لما بنروح نزور اهالينا، يعني انا النهارده مثلا باذن الله انا رايحه لماما بعد صلاه الجمعه، هل هم حقيقي بيبقوا حاسين ان احنا جينا؟ يعني هم حقيقي بيبقوا عارفين ان انا موجود؟ انا بروح لها كل يوم، وامبارح كنت عندها الصبح وبتاع، بس انا بقف من بره. بس احمد اخويا معاه المفتاح، فالنهارده هيفتح بقى وهتيجي اختي وهنروح وهنجيب حد يقرا قران، واخويا برضو بيقرا قران وكده. بس السؤال، بيبقوا عارفين بيبقوا عارفين ان احنا بره؟ ولو حقيقي لما احنا بنروح لهم من وقت للتاني، هما بيتباهوا بده وبيبقوا فرحانين ان ولادهم ما نسيهمش وان هما بيجوا لهم؟ انا عارفه ان الدعاء كده كده بيوصل لهم من اي مكان احنا فيه، هندعي لهم، الدعاء بيوصل وده انا متاكده منه، الصدقات والاطعام والكلام ده كله. لكن انا بتكلم، بيحسوا يا جماعه؟ بيسمعونا؟ يعني انا مثلا بروح الصبح بقعد قدامها، اقعد اتكلم معاها ودردش، بقعد اتكلم معاها زي المجانين. وسبحان الله، انا كنت بخاف جدا من فكره ان انا اكون عند القبور والحته دي، يعني كأي بني ادم عادي بيخاف بقى من الاريا دي. انا دلوقتي بروح الصبح، انا ساعات بروح الصبح بدري قبل ما اروح الشغل، والدنيا بتبقى هاديه جدا، وببقى حاسه باطمئنان انتوا مش فاهمينه، مش عارفه ايه السبب. بس حقيقي حقيقي يمكن شعوري ان امي هي في المكان ده بتديني احساس بالاطمئنان. المهم قولوا لي، هل هم بيحسوا بينا لما بنروح؟ بيبقوا عارفين ان احنا بره وبيسمعونا بجد، ولا ده كلام خزعبلات وما بيسمعوناش؟ مستنيه ردودكم.